طيب نتكلم على الاماكن التانية اللي بتكون فيها بشريات حلوه. المطبخ في الرؤى طبعا لما يكون عندي فيه خير ربنا، الاكل، الفاكهه، الخضار، الحلل، المعالق، الشوك، الحاجات المقتنيات بتاعه المطبخ دي لما تكون موجوده حتى لو مكركب او حتى لو مكان مكركب، المهم ما تكونش الاواعي اللي فيها او الاطباق غير نظيفه. فدي كلها من الرموز اللي بتدل برضه على اقبال الخير للرأي. غرفه النوم كل ما كان فيها تغيير ايجابي عن الواقع، يعني مثلا دي الغرفه دي بتاعتي انا شفتها في الرؤيه، طيب لما تكون متغيره مثلا الفرش بتاعها ده مش بتاعي، لون تاني جديد، الدولاب شكله احلى، او حتى داخلها اضاءه او حتى اكبر شويه، فدي كلها تغييرات ايجابيه للرأي. اما لو كان العكوسات بقى ان الرمز يجي مثلا الغرفه دي ضيقه او مكركبه او كده، فطبعا للاسف الشديد انا ساعتها بنصح الرأي ان هو يتجنب اي امر فيه مشاكل في تلك الفتره. عندي هنا غرفة الصالون أو السفرة. الصالون دايما بتبقى إقبال الأشخاص علينا، وخصوصا لو كانت بنت عزباء. أما بقى لو كانت واحدة متزوجة وشافت غرفة الصالون عندها هي بتنظمها أو بترتبها، فتعرف إن في خير مقبل على زوجها. السفرة نفس الأمر، بتكون جاية من إقبال الخير على الرائي، وإن في لم شمل بصلة أرحام طيبة جدا جدا. فاما بقى الحمامات والحاجات دي كتير جدا بيخافوا لما يلاقوا الحمامات غير نظيفه دي، ده وقت كلين فيه، يعني محدش يفتكر ان في حاجه جايه لي فيها سحر وفيها كل حاجه على حسب سياق المنام. في ناس كتيره قوي قوي شافوا دوره المياه في الرؤى وقد قادوا حاجاتهم مع انها غير نظيفه تماما. هل ده معناه عسر؟ لا خالص، ده معناه انتهاء الازمات من حياه الرائي. فانا عايزه اعرفكم ان في رؤى طيبه جدا جدا وبرسائل مبشره قوي، وفي رؤى بتكون فيها تاخير شويه، بس صدقوني عظمه ربنا هنا بقى اللي هو السؤال اللي الناس دايما بتساله: ليه الرؤى الطيبه بتتاخر والرؤى الصعبه هي اللي بتتحقق؟ علشان تحسي بالحلاوه وبلذه الحاجه والخير اللي جاتلك من عند ربنا، ما انت مش هتحسي بيها الا لما تكوني فاقداها. زي الواحدة اللي ما بتكونش بتنجب وبعد 5 سنين 10 سنين أنجبت، ممكن تكون في أول سنة لو اتجوزت وأنجبت في الوقت ده هتبقى مهملة جدا للطفل. وفي ياما كتير جدا من الأمهات للأسف بيتعاملوا بعنف مع أولادهم. في بقى اللي بتكون اتأخرت شوية بتحس بفرحة الضنا شكلها إيه. فكل واحد ربنا مرتب له الأمر بتاعه في وقته. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله كده يا رب ابشركم بالخير. وانا طبعا معايا اتصالات وهاخد اول اتصال معايا. معلش انا اسفه طبعا انا يعني الخط انا سبته متعلق. اقول الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يسلمك يا دكتور. الله يسلم عمرك، اتفضل. أنا كنت شايف ده حلم يا دكتورة وعايز أقوله لحضرتك. اتفضل، خير ان شاء الله.